البداية مع دراكولا، واللي بالرغم من إنه هو وحريمه خالدين بحكم إنهم يعني من مصاص الدماء، بس للأسف بيعانوا من مشكلة أزلية، ألا وهي محرومين من الخلف الطيب. طب ولماذا كل هذا يا عم الحاج؟ لأن أصلا في الأصل مصاص الدماء أموات، فبالعقل كده ما ينفعش واحد ميت يخلف. ومن هنا اتفق دراكولا مع المخترع المجنون فرانكشتاين على إنه يجمع ليه شخص من جثث الموتى ويحييه من تاني. وبالفعل نجحت التجربة بمساعدة شوية برق، ولكن للأسف بيكتشف سكان القرية اختفاء الجثث فيثوروا عليهم. هنا قرر بقى العالم بخوف إن هو يهرب ويكمل أبحاثه في مكان تاني، لكن رد فعل دراكولا كان غريب شوية، لأنه عرفه إن المخلوق ده مش هيتنقل من هنا. أقول لك على حاجة كمان، أنا هستخدمه في إحياء أولادي علاء. ومع استمرار رفض الطبيب بحجة شوية مبادئ أخلاقية، قرر يقتله ويتخلص من كل وجع الدماغ ده. مين بقى كان شاهد على المشهد كامل وزعل على موت الطبيب جدا؟ كان هذا المخلوق المسخي، وده لأنه بيعتبره بمثابة أبوه بما إنه صانعه. فانتقم من دراكولا ورماه بشيء معدني تقيل وقعه في الدفاية، حرق أمه. وبعدها أخذ جثة أبوه وهرب من القصر، ولكن للأسف يشوفهم القرويين وهم بيهربوا فيلحقوهم لحد الطاحونة اللي اختبئوا فيها، وبعدين يشعلوا فيها النار عشان لما يوصل دراكولا يكون الأوان قد فات، لأن الطاحونة انهارت بيهم واندفنوا تحت النار. وبهذا قد ضاعت كل آمالك يا دراكولا. ما علينا منه ونتنقل بالزمن بعد سنة مع صائد الوحوش والشياطين فان هيلسينج. وده شخصية عجيبة جدا، لأنه أولا كده من المعمرين في الأرض، عمره طويل يمتد لسنوات وسنوات. ثانيا ظهوره المفاجئ قدام الفاتيكان وهو كان فاقد للذاكرة. المهم ان كان رأي الجماعة هناك ان ده عقاب يا ابني من السماء عليك، وعشان تكفر عنه انت من النهارده وظيفتك اصطياد الشياطين والوحوش. فان في الاول قال لك قشطه يا عم صباح الفل، يلا بقى نكفر عن اخطائنا وماله مش عيب عشان ندخل الجنه وكده. لكن بعد طول السنين اللي قضاها في قتل الوحوش والشياطين بدأ يحس بالملل، اللي هو الكلام ده بقى، هي اللعنه دي مش ناويه تنتهي ولا ايه؟ طبعا كل الكلام السابق ذكره ولا ليه اي اهتمام عند الفاتيكان، وده لان بمنتهى البساطه انت يا ابني عندك مهمه جديده في رومانيا، يلا بقى استعد. وبنعرف منهم ان المنطقة المشار اليها خاضعة لحكم دراكولا، وان في زعيم عائلة عريقة اتنقل لهناك من 400 سنة، واقسم ان هو ونسله مش هيدخلوا الجنة غير بعد قتل دراكولا. وحاليا من تبقى من هذه العائلة كانوا هم جوز الكناريا دول، انا واخوها الوحيد. وعلى افتراض ان الناس دي ماتت بقى قبل موت دراكولا، خلاص احنا نشيل العيلة دي هيلا بيلا ونرميهم في جهنم، حاجة كده منتهى العبث. نسيبنا منهم ونروح لمن تبقى من العائلة. وكان هذا المسكين عامل نفسه طاعم لاستدراج واحد من أتباع دراكولا، ولكن لأن مفيش ضمير في أي حاجة حتى الأفخاخ، قدر يهرب المستذئب من القفص. وكمان الرصاص العادي مش بيأثر فيه، لازم تكون رصاصة من الفضة تحديدا. فهنا قرر الأخ بيأس التضحية بنفسه وإنقاذ أخته، ويتصدى للمستذئب ويقعد الاتنين في النهر. أحست أنا بالألم والزعل على أخوها جدا، مش بس لأن هو أخوها الوحيد، لا الأكتر لأنها تكون مسؤولة عن العائلة من هذه اللحظة. بعد ما حدث بكام يوم يوصل فان هيلسينج للقرية، وقبل ما يبدأ يعرف نفسه أو حتى سبب وجوده يهاجم القرية مدامات دراكولا. سمعت سؤالك وعجبني. السبب إن أشعة الشمس كانت محجوبة بسبب السحاب، فهم استغلوا إن البشر مش عاملين حسابهم وهجموا عليهم. لكن وجود هذا الفان هيلسينج في هذا التوقيت هو ما أفسد عليهم الخطة، فبدأ بالقوس اللي معاه يطلق عليهم وابل من سهام الفضة. الغريب إن تأثيرها كان طفيف عليهم، ده غير إنهم بيتمتعوا بسرعة شفاء رهيبة. ومع استمرار الصراع ما بينهم بدأ الإجهاد يظهر على فان هيلسينج مع الوقت. على الجهة التانية كان في اتنين بيحاولوا يتغرغروا بالأنسة آنا، وهي يا عيني بيأس عمالة تحاول تهرب من المكان ده للمكان التاني. نسيبنا منها ومن حواراتها ونرجع لفان هيلسينج تاني بعد ما عرفهم ساعده إن الماء المقدس ممكن يكون فعال جدا عليهم. فجري بسرعة للحوض اللي على باب الكنيسة وغرق القوس بالأسهم فيه، وبعدين أطلق عليها بالسهام، وفعلا قدر يقتلها. ومعها يحس الاتنين التانيين بنفس إحساس الألم، فهربوا من المكان وهم بيتوعدوا ليهم على طلع نروح نجيب دراكولا ونيجي. على ذكر طبعا الأستاذ دراكولا كان شعر هو كمان بموت الست بتاعته، فاستيقظ من سباته وهو متضايق جدا، وقرر الانتقام من هذا الفسل المدعو فان هيلسينج. بس هو برضه مش عاوز يتصرف بتهور ويكشف عن مكان اختبائه الأزلي، لأن حاليا إحياء النسل هو شغل الشاغل. بالنسبة بقى للزوجة أكيد هيزعل عليها شوية، ويا عم على التكريمة اللي ذكرها هيستبدلها بواحدة تانية، مش قصة يعني. فأمر خادمه المخلص بتجهيز مستذئب وإرساله ليهم كمقبلات لما سيحدث. نرجع تاني لفان وهو بيحاول يقنع أنا إنهم يقضوا على دراكولا مع بعض، وإن العمل الجماعي دائما ما يؤتي ثماره.
هي بقى كل اللي طالع عليها انتقم لابويا واخويا بنفسي، انا سترونج اندبندنت مان وومن وكلام غريب كده من هذا القبيل. فكأي راجل محترم هيتصرف في هذه المواقف خدرها عشان يريح دماغه. لكن اللي ما كانش عامل حسابه انها بعد ما تفوق وتكون وحيدة هيصبح من السهل جدا اصطيادها من قبل هذا المستذئب اللعين، وعلى آخر ثانية تاخد بالها منه وتنجح في إصابته فيطلع يهرب من المكان، عشان نكتشف بعد اختفاء القمر إن المستذئب يطلع أخوه، والسبب في تحويله لما اتصاب من المستذئب التاني عند النهر. وبما إن هاشتاج بديهيات المستذئبين خاضعين لحكم دراكولا، فكان لازم عليه تنفيذ الأوامر حتى لو كانت المهمة هي قتل أخته. المهم إن مع ظهور القمر من تاني بدأ يستعيد هيئة المستذئب، فحذر أخته إنها تهرب من هنا وتبعد عن طريق دراكولا. بعد كده يوصل فان وتمنعه قبل ما يقتله، ومن الحوار اللي حصل ما بينهم عرف بقصة أخوه وقرر يساعدها على استرجاعه. نرجع تاني بقى لدراكولا وهو كان بيحاول يطبق تجارب فرانكشتاين، وعقابا لأخو آنا على فشله في تنفيذ المهمة اللي كانت مطلوبة منه أمر بتقييده واستخدام جسمه كمستقطب لطاقة البر عشان تمتزج مع طاقة حياته وتتنقل من خلال الأسلاك دي لبيت أبناء دراكولا. تخيل بقى أنت بعد الهيبة والعظمة دي كلها يطلع في الآخر دراكولا بيبيض. المهم إن التجربة نجحت والبيض فاس والحمد لله، والحصاد كان حاجة محترمة يعني. وتقريبا كده السبب في نجاح التجربة كان طاقة حياة المستذئب. فخرج الأطفال بقى مع أمهم بحثا عن الطعام واللي هي دماء البشر. كل ده صادف وجود مين؟ فان هيلسينج. فحاول يقتل منهم على قد ما يقدر. هنا تدخل دراكولا المنع، وقبل ما يحصل أي حاجة يختبئ منه فان بسرعة ويرجع يظهر ليه تاني وهو بيطعنه بخنجر من الفضة، بس للأسف يطلع عديم المنفعة. وده لأن دراكولا هو أول مصاص دماء، يعني لعب الأطفال دي بالنسبة له بلا تأثير. ومن شوية الدردشة اللي حصلت ما بينهم قال له على معلومة مش مهمة على الإطلاق، ألا وهي إنهم كانوا أصدقاء من حوالي 400 سنة. بس فان هيلسينج واحد على الله حكايته، فاقد الذاكرة بقى، فبتحكي أنت لمين؟ وهنا تحدث المعجزة وبدون تدخل أي طرف من الأطراف. إزاي؟ تنفجر كل الأطفال، بمعنى إن طاقة حياة المستذئب ما كانتش كفاية ليهم، هم بحاجة لشيء أقوى من المستذئب. فيستغل الفرصة فان ويهرب هو أنا من القصر لمكان الطاحونة القديم، عشان أول ما يوصلوا ينهار بيهم المكان ويقعوا فاقدين للوعي. تاني يوم بقى وعن طريق الصدفة اكتشف مساعده مكان لوحة سرية في الجدار، ومن الشرح والرسومات فهم إن في صراع أزلي بين المستذئبين ومصاصي الدماء. بس إزاي والمستذئبين أصلا خدم لدراكولا؟ سؤال محير جدا، ما علينا منه. نرجع تاني لفان وآلا بعد ما فاقوا بداخل الكهف، فيكتشفوا إن معاهم في المكان المسخ اللي كان ابتكره فرانكشتاين، وبدأ يعرفهم إن هو مختبئ هنا من وقتها بعيد عن إيد دراكولا، والسبب لأنه الأداة الوحيدة اللي تقدر تحيي أبنائه. ما اللي ماتوا دول كانوا من زوجة واحدة، شوف انت بقى الباقي هيكونوا قد ايه. ولكن دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن كان أخو أنا متتبعه، وبعد ما سمع كل حاجة هرب يعرف دراكولا، فطلب منهم المسخ انهم يقتلوه بسرعة. لكن لأن ابننا طيب رفض، ومعللا السبب في ذلك انه مش بيقتل غير الأشرار، وانت بالرغم من شكل امك الغلط ده بس جواك طيوب يا ولد. فايه رأيك بقى لو نبعتك لمنظمة الفاتيكان منها تحميك وتتستر عليك؟ ومن غير ما يسمع إجابته شحنوا في هذه العربة وانطلقوا بيه. وبعدين وهم في الطريق تظهر ليهم زوجات دراكولا مستغلين غروب الشمس. لا وكمان يكتشف ان الجسر الوحيد اللي هيعدي من عليه متحطم ومفيش وقت ان احنا نوقف الأحصنة، فمع اندفاعهم تسقط العربة في الهاوية. فنزلت وراها واحدة من سيدات دراكولا بسرعة لإنقاذ المسخ، عشان تكتشف أول ما تقرب منها إنها فارغة، لا وكمان مفخخة بطلقات فضة، وتنفجر بعد اصطدامها بالأرض تقتلها. طيب هو فين بقى الكائن المسخي؟ كان في العربة التانية مع آنا، ودي كانت خطة المعلم فان عشان يستدرج مدامات دراكولا وبالتالي أمن آنا واللي معاها. خلاص بقى نكمل باقي الطريق بسلام، هو ده ينفع؟ احنا متعودين على كده. يظهر المستذئب فجأة ويهاجمه، وبسببه كانت أنا خلاص على وشك إنها تقع من على الجبل. فحاول فان بأقصى ما عنده القضاء عليه وإنقاذها، وبالفعل نجح في إصابته بطلقة فضة. وبالرغم من نجاحهم في إنهاء هذا الصراع العنيف، إلا إن خسائر المعركة دي كانت كتير جدا، واللي منها على سبيل المثال لا الحصر موت أخو أنا وتدمير العرب، يعني مفيش فاتيكان. نرجع تاني، وأخيرا إصابة فان من المستذئب، وبالتالي الدور عليه هو كمان يتحول، بس بعد يومين مع اكتمال القمر. بعد كده بشوية وقت حلوين توصل الزوجة التالتة وتخطف آنا، وبعدين ترجع لفان وتقول له هسلمك المزة مقابل المسخ.
والله انت الكسبان في الصفقة دي. ففكر عمنا فان في خطة شيطانية، ألا وهي إحنا أولا نخفي هذا المسخ بعيد عن أيدي دراكولا، وبعدين نطلع على القصر أنا وهذا المساعد الكسيح، ففان ياخد مكان واحد من الناس اللي بتلعب فوق دي، ويجي المساعد من ورا دراكولا يولع فيه، عشان أول ما تشتعل النار وتشتت انتباهه ينزل فان وياخد أنا ويهرب من المكان. وبالفعل كانت الخطة مثالية، لكن اللي ما كانش متوقع هو إن أتباع دراكولا يدخلوا معاهم المسخ، وبعدها يطلب دراكولا من كل الحضور اللي هم برضه مصاصي دماء يهاجموا فان واللي معاه، فهرب منهم للدور الأخير، وباستخدام آلة لتخزين أشعة الشمس قضى عليهم ونط للنهر هو واللي معاه. هنا طلب منهم المساعد يرجعوا معاه على قصر فرانكشتاين، لأنه اكتشف معلومات خطيرة جدا، وهي إن دراكولا يبقى جد أنا الأكبر اللي هو جد 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 جدها اللي كان وصل لهنا من 400 سنة. وبعد ما اتقتل دراكولا كان هو ساعتها لسه بشري وانتقل لمسواه الأخير، ظهر ليه الشيطان وتعاقد معاه على إحيائه مرة كمان، ولكن في هيئة مصاص دماء، وطبعا ابننا وافق بكل سهولة يعني. المهم إن جدك أول ما عرف بالأمر أقسم على نفيه المكان ما يعرفش يخرج منه، ولكن كان لابو الأباليس حدوتة رأي آخر وعلى عليه، فوصل عند دراكولا وقال له خد يا ابني الأجنحة دي روق على حالك بيها، وبالتالي تقدر تطير وتخرج من هناك عادي بقى عادي. طب ليه الجد مرضيش يقتله؟ لأنه بمنتهى البساطة ابنه، بس ده ما يمنعش إنه ساب وراه شوية أدلة تقدر توصل الأجيال القادمة من بعده لمكانه، ويبقوا يقتلوه هما بقى بطريقتهم. طيب وليه مفيش حد وصل لمكانه طول ال 400 سنة دول؟ بص انت أسئلتك بدأت تكتر، بس أنا هجاوب عشان أنا بحبك. السبب إن كان في جزء ناقص لسه من التعويذة اللي تفتح البوابة للقصر هناك. الجزء ده كان فين؟ في الفاتيكان، واللي من حسن الحظ أخدوا معاه فان قبل ما يوصل لهنا. فأول ما اكتملت التعويذة تتفتح البوابة ويقدروا يدخلوا منها على قصر دراكولا. وبعد شوية محن ما بينهم ملهمش لازمة انفصلوا، وكل واحد فيهم عنده هدف محدد. فان هينقذ المسخ وبالمرة يدعي على دراكولا، أما أنا والمساعد يطلعوا على الجزء التاني من القصر، واللي هيقدروا من هناك يجيبوا علاج المستذئبين. وكل ده قبل الساعة 12 من اكتمال القمر. وبالفعل وصل فان للمسخ، بس للأسف الميعاد كان فات لأن الصعقة أصابته، وبالتالي فأس آلاف مؤلفة من بيت دراكولا. هنا تملك دراكولا الفخر والعزة، وقعد بقى يتفشخر قدام فان بإنجازاته. وبنفهم من الكلام ما بينهم إن فان اسمه الحقيقي مش فان، لا ده غابريال، وكان مكلف بمهمة من السماء ألا وهي قتل دراكولا. وتقريبا كده بعد ما فشل في المهمة اتلعن بفقدان الذاكرة والبقاء على الأرض. ملحوظة صغيرة جدا، أكاد أجزم بأن هذا الكلام كله كفر وإلحاد وليس لنا به شأن. المهم إن الساعة كانت وصلت 12، فمع ظهور القمر بدأ يتحول فان هيلسينج لمستذئب، وبما إن الراجل ده كان حاجة مرموقة زمان وحاليا مستذئب فقوته كانت حاجة خرافية، حتى إن بعد تحول دراكولا لهذه الهيئة الشيطانية لسه ما قدموش أي فرصة. والسبب إن خبرات فان القتالية طول ال 400 سنة رجحت الكفة لصالحه، فبالتالي كانت دي النهاية الطبيعية. وأول ما أحس دراكولا بالهزيمة قرر يطلب منه العفو عن حياته، أو إنهم يكونوا في صف واحد ويحكموا العالم. بس خلاص الراجل ده كان عقد العزم على قتل هذا الفاسد، وعلى آخر لحظة يختفي القمر فجأة. مش اللي عند حماتك يا ممحون انت، اقصد القمر الحقيقي بتاعنا. المهم ان بعدها يرجع فان لهيئته البشريه. كان لسه بقى دراكولا هيفضل يفتح كان لسه بقى دراكولا هيبتدي يحتفل بانتصاره وانا الفشيخ انا الفاجر وكلام كله عن انا من هذا القبيل. يغفلوا القمر بسرعه ويرجع من تاني، ومنها يرجع عمنا فان مستذئب وده مش وش امه. وبعد ما اكلوا علقه محترمه قرموا من رقبته قتلوا عشان يتحول للرماد، وبالتالي يموت مع كل أبناء دراكولا، وده لأنه كان المصدر الوحيد لإمدادهم بطاقة الحياة. وهنا بنفهم ليه دراكولا كان محتفظ بترياق لعلاج المستذئبين. ما هم قط خناق هم. المهم إن في هذه الأثناء توصل الأستاذة آنا وكان معاه ترياق، فهجمت عليه على غفلة تحقنه بيه. وعلى الرغم من نجاحها بس للأسف البطلة لقت حتفها على هذه الحادثة، وإحقاقا للحق البت كانت بطلة بجد. مشهد مؤثر جدا. وفي النهاية بقى بعد ما قضى فان على جميع الشرور اللي في رومانيا أخد جثة حبيبته لإحراقها تكريما لها. وعمنا المسخ الراجل المحترم أخد الزورق بتاعه وقال لك أنا أتكل أنا على الله، على ما بتكل بلاش أمان يا عم الحاج. وكان لسه بيتمحن عليها من دقيقتين فجأة بيقتلها. بس كده يا سيدي خلص فأنت تقديرا بقى لهذا الكلام المحترم
انزل روق علينا. سلام. سلام.